السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني أنا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا إني معاكم وإن شاء الله القناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونسمي الله. وتعالوا بقى كده نشوف الجمبري الصغير خالص 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 اللي جوزي دبسني فيه. عملت بيه رز بالجمبري، وكمان عملته مقلي كده زي ما انتم شايفين. عملت فيه كده سندوتشات، كانت خطير وطعمه حلو جدا جدا جدا. وطعمه حلو قوي قوي. عملته بطريقه سهله جدا جدا جدا. تعالوا نشوف انا عملته ازاي. تعالوا الاول نشوف التتبيله. بالمناسبه انا جبت معاه كمان سمك بولت وسمك تونه، بس انا ما عملتوش معاكم. انا بس صورت الجمبري بس. بصوا الجمبري كان قد ايه صغير. تخيلوا انا قعدت اقشر دول. بصراحة هو خطير وطعمه حلو جدًا، 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 بس تقشيره هو اللي تعبني شوية. بس مش مشكلة. بُصّوا بقى أنا هنا حطيت توم وفلفل مطحون زي ما أنتم شايفين كده. أنا باحب بصراحة أتبّله بالتوم، يعني مش توم باودر وكده. لأ، باحب كده أتبّله بالتوم نفسه، يعني توم صابح كده بيبقى طعمه حلو أوي وفلفل. وحطيت عليه كمون وكزبرة ناشفة، وحطيت عليه كم ملح وبهارات سمك. وكمان حطيت بقى كده السر بتاع الجمبري أو السمك بالأخص، المستردة، بتبقى تحفة فيه. وحطيت كمان حبة خل وحطيت ليمون. للمعلومة بقى كمان أنا الجمبري مش بيحب يتحط كتير في التتبيلة، علشان لحمه مبيبقاش حلو خالص وبيتهري. فأنا هاعمله وهاشتغل فيه على طول، يعني أنا هاتبّله على طول كده وهاشتغل فيه على طول ساعة الأكل. مش هاسيبه شوية حد أو حاجة لأ. هاقلّب بقى كده التتبيلة دي كلّها كده على بعضها. حطيت فيها إيه بقى، توم وفلفل مطحون حسب الكمية اللي أنتِ عايزاها. وحطيت فيها ملح وكمون وكزبرة ناشفة وبهارات سمك ليمون وخل ومستردة، بالكميات اللي بتناسب الكمية اللي أنتِ بتعمليها يعني. حطيت منها حبّة على الجمبري زي ما أنتم شايفين كده وقلّبت. شايفين قد إيه صغير، بس خطير، خطير، خطير. أنا باعشق الصغير ده، ليه طعم كده تاني غير الكبير. لكن هي التتبيسة بصراحة كانت فيه عشان كان صغير وكانت كمية كبيرة. يعني الكمية دي كانت 2 كيلو قبل العمايل بصراحة. فخد مني وقت جامد جدا في ان انا اقعد يعني اقشره كده. بصوا بقى هنا تعالوا نعمل الرز. انا حطيت كده بصلايه كده متقطعة رفيع خالص. وحطيت حبة زيت وقعدت اقلب فيه كده شوية. انا مش عايزة البصل ياخد لون بصراحة، يعني يا دوبك كده يبقى شفاف. نزلت عليه بكمية جمبري، هي ما اتصورتش بس انا بقول لكم على طول نزلت عليه بكمية جمبري. زي ما انتم شايفين كده اول ما بيشم الولعة بصوا بيلف حوالين بعضه كده، بيبقى حلقات صغيرة وبيبقى تحفة. تحفة وليه ريحة كده خطيرة. بس هي والله زي ما قلت لكم التتبيسة كانت في كميته، يعني انا قعدت سهرت عليه بالليل. عشان كده ما صورتوش معاكم لان سهرت عليه طول الليل. صغير ومش باين كده، بتقعدي تقشريه وبتشيلي منه كل حاجة. كان حلو قوي، بس كانت آه، متعب في تقشيره. زي ما انتم شايفين كده هقلبه شويه لحد ما الاقي كل الجمبري لف حوالين بعضه كده، اعرف ان هو خلاص داخل على السوا. حطيت عليه معلقتين صلصه. طبعا انا حاطه الجمبري بتتبيلته، فهو محطوط فيه توم ومحطوط فيه كمون ومحطوط فيه محطوط فيه كل حاجه. وفلفل اخضر كمان، حتتين الفلفل الاخضر اللي انتم شايفينهم دول هيخلوا للرز طعم وريحه تانية خالص. حطيت بقى كده الجمبري كده وقلبته كده مع الصلصة والبصل. هنزل عليه بقى بالرز المغسول الكمية اللي انت عايزاها، وهقلبه كويس جدا معاه كده. هقلبه كويس بقى كده، حلو قوي. وهحط عليه بقى ايه حبة ملح تاني وحبة بهارات سمك. دي من احلى الحاجات اللي جربتها. بهارات السمك دي بجيبها من عند العطار، بتبقى فيها كده خضرة مجففة كده وليها طعمها حلو برضو، وليها تتبيلة كده غير. هنزل بقى عليه بمية، مية سخنة، مية من الحنفية عادي. بس أنا دي كانت مية سبق وغليها يعني، بس كانت بردت شوية. نزلت سقيته عادي خالص، يعني هسقيه كده الكمية المناسبة بتاعته. بص بقى لونه كده هيبقى لونه حلو كده، لأن الجمبري بيدي لون كده بيبقى جميل. كده سقيته وهظبط ملحه وخلاص كده. أول ما يغلي يعني أول ما يغلي والمية تقل شوية هروح موطية عليه
سمسمة خالص كده، وهو يستوي براحته كده ويعيش في قلب الحلة. تعالوا بقى نشوف الكمية التانية أنا عملت فيها إيه. طبعًا أنا تبّلت زي ما أنتم شايفين كده، تبّلت التونة والبولتي، بس مش هاعمله معاكم. بُصّوا بقى الكمية التانية هاعمل فيها إيه بقى. بُصّوا أنا هاحط له دقيق علشان يشرب التتبيلة اللي هو فيه. هاحط له 3، 4 معالق كده دقيق في الأول، وهاحط عليهم نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. أنا رُحت فين؟ كنت باجيب البيكنج باودر ساعتها. أهو حطيت نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هاقلبهم بقى كويس جدًا مع بعض. بُصّوا هيمسكوا في بعض مش مشكلة، بس الدقيق ده هيخلّي التتبيلة تمسك في الجمبري نفسها، يعني تمسك في نفسها كده ويطرى كده مع بعض. ليه؟ لو أنا حطيته في الدقيق كله مرة واحدة، كل التتبيلة اللي عليه دي هتنزل في الدقيق، مش هتطلع في معانا. بُصّوا، وهاسيبه شوية على جنب يشرب من الدقيق ده، يشرب التتبيلة بتاعته. حسيت إنه عايز دقيق تاني، حطيت له كمان كمية دقيق. بُصّوا، هو كده تحسّوا إن هو عجِّن كده؟ لأ، ما عجِّنش ولا حاجة، هتشوفوا دلوقتي أنا هاعمل فيه إيه. قلّبته بقى كده كويس، اتأكدت كده إن الدقيق كده خلاص هيشرب من بعضه كده، ويلزق التتبيلة على الجمبري نفسه. كل ده ولسه على فكرة الرز حتى ما اتشربش. لإيه؟ اللي أنا اشتغلت فيه على طول. عقبال بس ما الجمبري يشرب من الدقيق كده والدقيق يشرب من الجمبري، تعالوا نعمل سلطة الطحينة. سلطة الطحينة أنا خدت منها حبة من التتبيلة بتاعة الجمبري أصلًا، اللي هي بتاعة السمك. باسيب منها كده حبة كده، بتبقى متّبلة وحلوة، بتخلّي طعم الطحينة في حتّة تانية. حطيت لها عصرة ليمون ومعلقة خل، وهاقلّبها وافضل ازوّدها في مَيّة كده لحد ما تبقى كده سلطة الطحينة سُكّر، سُكّر، سُكّر. طبعًا دي لزوم إيه، ساندوتشات الجمبري. طبعًا هُم كلوا رز وسمك، أنا كان عشقي الجمبري بصراحة، يعني ولادي ما اقتنعوش بالجمبري، لكن أنا وجوزي كلنا الجمبري والسمك كمان. بألف هنا وشفا. بُصّوا كده، خلاص كده أنا عملتها حلو أوي، أوي. هاسيبها في التلاجة بقى. بس كنت قبل ما اسيبها في التلاجة هاحط عليها نقطة زيت، بس هي ما جاتش تقريبًا نقطة الزيت اللي أنا باحطها. لازم أحط على سلطة الطحينة نقطة زيت في الآخر. بُصّوا مكعمل إزاي، شُفت ملحها وكلّه. تحفة، خطيرة، جميلة، لذيذة. عايزة اليوم ده يتعاد تاني. باعشق الجمبري الصغير ده، ليه طعم تاني. تعالوا بقى هنا نشوف الجمبري بقى هنعمل فيه إيه. عايزة أقول لكم إن قلية الجمبري أصلًا ليها أكتر من طريقة، يعني ليها طرق كتيرة جدًا. بتعمل لها عجينة تقيلة شوية، بيتحط فيها بيض وكده. دي طريقة ودي طريقة. أنا عملت بأسهل طريقة ممكنة بصراحة. ليه بأسهل طريقة ممكنة؟ دي الطريقة بتاعة الشارع. ده سندوتشات الجمبري بتاعة الشارع، هي بتتعمل كده إن شاء الله. حطيت بقى هنا دقيق تاني، وحطيت عليه بقى معلقة من البيكنج باودر، ونزلت بقى فيها بخليط الجمبري بالدقيق بالتتبيلة كده، وافضل اقلبه وافرفطه كده. وانا بقلبه هتلاقي كل جمبرية بقى بقت خلاص لوحدها وماسكة الدقيق. بصوا هفضل بقى كده بايديا كده بالراحة كده افرفطه كده، واخليه بقى يتبل بقى يعمل كفر عليه يعني. فزي ما قلت لكم ليه طرق كتيرة جدا، دي كانت من اسهل الطرق عشان هو يعني حجمه صغير قوي. فدي كانت من اسهل الطرق اللي تتعمل للجمبري، ودي زي بتاعة الشارع بالضبط بإذن الله. تحفة، تحفة، تحفة. بُصّوا بقى معايا كده واحدة، واحدة، هتلاقي كل جمبرياية خلاص بقى بقت لوحدها وماسكة دي بعد ما كان معجِّن وكده. بُصّوا، خلاص كده أنا اتأكدت إن كل جمبرية لوحدها فيها دقيق متغلفة بالدقيق. أفضل باقلِّب كده يمين وشمال كده وأفرفطه وأنا باقلِّبه. بُصّوا أنا باتأكد. إيديّا ما تسيبوش كده بُصّوا، والله كان جميل أوي.
هنا بقى رحت مفضياه في مصفى اللي هي ناعمة خالص دي، وهبدأ بقى انخل فيه لحد ما الاقي، بصوا خلاص بقى كده اللي فضل في المصفى هو الجمبري بس. شايفين بقى عامل ازاي؟ في طاسة بقى سخنة، زيت سخن، انزل فيها بالجمبري كده زي ما انتم شايفين كده على طول. ليه؟ لان هو اصلا صغير مش مستاهل يعني ان انا مثلا اهدر فيه، او انا اخليه ياخد سوا كتير او حاجه. ان هو صغير يعني هو اصلا الجمبري ما بيستحملش السوا. طبعا الجمبري ده كمان الصغير ده ليه طرق كتيره جدا، يعني مكرونه يمشي، ايه طاجن مكرونه اللي هو بالجبن ده يمشي، شوربه كمان، شوربه اللي هو جمبري حلو قوي، ملوخيه بالجمبري ورز كده تبقى تحفه. بس انا طبعا يعني لا يمكن لا يمكن لا يمكن ياكلوا ملوخيه بالجمبري، لا يمكن. انا عن نفسي نفسي اجربها، انا عمري ما جربتها، بس هم مش هيرضوا ياكلوها. يعني بنتي الصغيره كلته كده يعني، وهي مش فاهمه حاجه، بس لو فاهمه مش هتاكله. زي اخوها الكبير يعني ما رضيش ياكله ابدا. بصوا بقى كده، شايفين المنظر لسه ما خدش لون، بس تحفه تحفه تحفه. هفضل معاه كده، وبرضه هطلعه على مصفى ناعمه برضه علشان ما يطروش. تعالوا بقى شوفوا الكميه، انا عملت الكميه بقى كلها، بص الكميه، ولسه كان في تاني بيتقلي، كان فاضل طاسه كمان بتتقلي، تحفه. عايزه اقول لكم بقى هنا كده بقينا عمالين ناكل فيه، ما استناش الغدا ولا حاجه. ليه طعم تاني، والله والله ليه طعم تاني، وكان جميل ومش رخيص على فكره، عشان محدش يفتكر ان هو عشان رخيص او حاجه، لا هو مش رخيص خالص، وطعمه تحفه 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 غير التاني خالص والله. تعالوا بقى هنا هوريكم حاجه انا جبتها واول مره اجربها، وان شاء الله مش اخر مره هجربها. هي شرايح المانجا. المانجا دي اول مره اجيبها، على طول اسمع عنها بس عمري ما جبتها، ويعني كنت بخزن كل سنه. السنه دي ما شاءتش الاقدار ان انا اخزن، او اللي خزناه كلناه يعني ما خزناش ولا حاجه. فجبت دي. بصوا الشرايح بتاعتها عامله ازاي، تحفه. كانت حلوه قوي، كانت تجربه حلوه بصراحه، فهجيب منها تاني ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين لرمضان. هجيب منها تاني حلوه يعني. الكيس ده كان كيلو، وكان سعره حلو قوي، كان بحاجه وستين جنيه تقريبا. كان حلو قوي قوي. تعالوا حتى انا قلت يعني انا فتحته ليه، بصراحه فتحته عشان اجربه معاكم وتشوفوه كده شكله عامل ازاي. هي كانت صوابع كده تخينه كده، وكانت حلوه قوي قوي. حتى حطيت كميه وحطيت عادي، قلت هتطلع خفيفه او حاجه. طلعت من نوع المانجا التقيل يعني، بتتقل. خاصة كمان هي كانت متلجة، فالفاكهة كمان وهي متلجة بتبقى تقيلة. ونوع المانجا نفسه كان تقيل، وريحتها خطيرة. يعني المانجا حتى اللي ليها ريحة، في مانجات كده بتجيبيها ملهاش ريحة، لكن نوع المانجا اللي كانت معمولة في الكيس ده كان حلوة جدا جدا جدا. فقلت نجربها كده، حطيت بقى هنا حبة، حطيت عليها كمية السكر حسب الكمية اللي انت عايزاها، وكمان حطيت مية عليها. وهضربها بقى، هوريها لكم دلوقتي قوامها عامل ازاي. كانت تجربة حلوة قوي قوي، ويعني اللي ما خزنش مانجا زي كده، الكيس ده خطير يعني، حلو جدا. وسعره بالنسبة للكمية اللي هيعملها عصير، سعره حلو قوي قوي. بصوا كده انا ضربتها كده، حسيت ان هي عايزة مية تاني، حطيت لها مية تاني، ولا لسه ما حطيتلهاش، بس انا هحط لها مية تاني على الكمية دي. هحط لها مية تاني، هحط لها شوية مية تاني، لان الكمية اللي كانت تقيلة جدا. حطيت عليها مية وما زالت تقيلة، هتشوفوها دلوقتي ما زالت تقيلة. وسمك العصير نفسه كان حلو قوي. طبعا عصير المانجا لو خفيف ما بيبقاش طعمه حلو خالص. خلاص كده انا هضربها تاني كده. تعالوا بقى نشوف لما نصبها هتبقى عاملة ازاي. خطيرة. عايزة حبة كمان. بصوا، عملت يعني الشفشة ده لتر ونص، عملته تقريبا لحد الاخر. يعني الكمية اللي انا حطيتها دي والكمية التانية، يعني كانت الكمية التانية تعمل اكتر كمان، يعني الكمية كانت حلوة. فهي كميتها حلوة جدا جدا بالنسبة لسعرها. شايفين سمكها عامل ازاي؟ بصوا،
قربت الكاميرا شويه، بصوا حلوه حلوه حلوه. كانت طعمها حلو جدا 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 بصراحه، وريحتها حلوه قوي، حتى انا دقتها ودوقت جوزي منها، عجبته جدا جدا اهي. خصوصا ان هي كانت صوابع كده، كانت تخينه كده وكانت مليانه لحم يعني، حلو قوي. تعالوا بقى هنا نشوف الجمبري السكر، الرز بالجمبري. بصوا عامل ازاي، شوفوا عامل ازاي، شوفوا اللون، شايفين الطعام، شايفين الدخان اللي طالع منه. كان حلو قوي. وحطيت عليه بقى كده شويه جمبري، خطير. طبعا مع وجود بقى السمك التاني بقى كان حلو قوي. آه... تعالوا بقى نعمل الساندوتش بتاع ال... العربيات اللي في الشارع. كان عايز جرجير بصراحة، بس أنا ما كانش عندي، واكتفيت بإن أنا حطيت الخضار في السلطة، يعني حلو قوي رضا. أنا ما صورتش الحاجات دي عشان أنا يعني كان كل همي الجمبري. بصوا بنقلب الرغيف كده لجوه كده، بندخله في بعضه كده. هو لازم الساندوتش بتعمل كده، مفيش ساندوتش جمبري في فينو بصراحة، لازم عيش بلدي. ونملاها بقى كده بالجمبري. أنا رحت ميته فين؟ معلش. اعتبريني بملاه قدامكم. حطيته بقى كده في الكمية، ما حطيتش فيه أي حاجة تاني، كان نفسي يبقى فيه جرجير، فيه خس، فيه أي حاجة، بس والله حطيتها في السلطة معلش. ونحط برضو كمان عليه سلطة الطحينة السكر اللي احنا عملناها، وبألف ألف هنا وشفا. أيوة أيوة. والله الساندوتش ده بكام بره، وكان يعني أنا غسلت الجمبري كام مرة ونضفته كام مرة، والزيت كان حلو نضيف وكله. يعني نشتري من بره لما هي الحاجة بتتعمل في البيت أسهل وأحلى وأطعم والله. مش من مشجعين أكل بره بصراحة. تعالوا بقى نشوف الرز اللي من جوه عامل ازاي. بصوا بقى، انا قربت الكاميرا كده، تعالوا بقى نشوف الرز مفلفل ازاي. كان حلو جدا، وريحة الرز ده غير اي رز سمك تاني، طالما في جمبري يبقى ليه طعم وريحة تانية خالص. بصوا مفلفل ازاي، هاتوا بقى حبة، بألف ألف هنا وشفا. بصوا كان خطير خطير، شايفين الرز عامل ازاي، كان حلو جدا جدا جدا، وتتبيلته كانت حلوة قوي قوي قوي. وبألف ألف هنا وشفا. كده يكون خلص فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني كل جديد، وباي باي.